السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح القشطة ومساء الفل على عيونكم وقت ما يوصل لكم الفيديو. يا عسلية، يومك النهاردة مليان بصم، يعني حر زي ما تقولوا، شغل، طاقة وباور وكل حاجة تخطر على بالك. تعالوا نسمي الله. ايه ده يا ابو حسام بيعمل ايه؟ ابو حسام النهارده شغلته ان هيقور معايا بس البدنجان. اي والله. قال لها طب ما اقوره لك وانا قاعد. وعندي كوز ذره لسه اهو من امبارح. اللهم صل على النبي. وقعدت بقى اروق في الرخامه، كنت مكفيه طبعا الحاجات دي كلها، كنت غسلاها على بيات وفرشها على الرخامه تنشف. اصبح بقى اعملها، قلت لابو حسام بقى مع نفسك يابا، وهقوم انا بقى اشوف ورايا ايه. عندي لحمه هعملها كفته، عندي فرخه هتطبخ وتتعمل سبايسي كده، او زي الكنتاكي كده، نص كنتاكي يعني. وعند اللهم صل على النبي ورق عنب وثلاث اطباق ورق عنب هيتعملوا محشي. وعندك ايه عسلية، وهنعمل محشي بتاع بدنجان وفلفل. وزي ما قلنا وهنعمل بتاع اللهم صل على النبي بامية. وهعمل معاكم بابا غنوج. وهعمل معاكم ايه تاني يا ولاد؟ بدنجان مخلل. بصوا، يلا بينا ندخل كده بقلبي جامد على الفيديو. نحط الفرخة تتنقع الاول. وابو حسام خلص تقوير البدنجان اهو، إلهي السعيد ويشفيك وعافيك. وقعد بقى قلت له بس ورق العنب جايني، ماهوش متحاش منه العنق دي. قعد بس يقطع لي فيها كده بالمقص وهو قاعد. تمام. انا بعد ما قعدت معاه قلت له بقول لك ايه يا اب، يعني قعدت يا اولاد شويه في الاول تمويه، فاهمين انتم؟ قعدت اعمل معاه قلت له بقول لك ايه، انا معاك اهو في المطبخ، هقوم اعمل بس حواليك كده يعني ايه، اعمل الكفته تبلها عشان طينها بتاخد كده من بهاراتها. قال لي ماشي، انت بتهربي؟ قلت له لا مش بهرب، انت عارفه ان انا بهرب برضه. قال لي ده انت اللي بتهربه نفسه. قلت له لا، انا هقوم بس اعمل الكفته جنبك كده عشان خاطر ايه، على ما تقرب تخلص يكون انا بس هاجي اعمل معاك في ساعتها تاني. اه. قلت له بص 5 دقايق وهاجي لك يابا، مش هتاخر. قال لي انا عارف انك بتهربي. وفعلا انا قمت سبته وقمت اشوف غيره. قلت لكم تعالوا يا اولاد يلا. هروح بقى على اللحمه المفرومه اهي، حاطه عليها قرنين فلفل حراق. هو مش حراق يعني ايه، الله اعلم بيه، بس ما كانش حراق قوي يعني. وقرن فلفل رومي، وحطيت عود كزبره، وحطيت كيس بيكنج باودر، وكم مكعب مرق الدجاج، واللهم صل على النبي، وكيس بقسماط. وعندي برضو فيجيتار هحطه. وانتوا عارفين طبعا الكفته بعملها معاكم كل يوم. هي عادت بتطلب مني بصراحه في الفيديوهات كتير، كله عايز كفته من ايد عسليه. وشويه دي بابريكا بقى مدخنه كده من اللي قلبك يحبها. ولازم على رشه القرفه دي، ودي في الجيتار هو انا بحطه برضه. بص بخليها لوكس اللوكس كده. ودي شويه كزبره على كمون، واللهم صل على النبي فلفل اسمر. المهم ودايما معاكي رشه جوز الطيب بشراع على الكفته اهي. دي ملح مبهر، ما تكتريش عشان كل حاجه معايا فيها ملح. كده تمام. وتحط لها معلقه توم وتنسي. هعملها بقى اسمغها في الكبه. الكبه دي مش مساعداني خالص، ما بتعملش الا تحت ومخليه الحاجه خشنه. المهم هعملها كده واصمغها كله ببعضها اهو. ولازم اصمغها في الكب. تمام. تمام. انا بقفل عشان انا ما اطولش عليكم الفيديو. وطبعا ما تنسوش البيض يا ولاد. اهو حاطه فيها 4 بيضات. البيض قلنا بخليها هشه، وما بخليهاش تكش كتير منك، وبخليها عسل. وبتكمل القيمه الغذائيه لاولادك، يعني بتغذوا عليه. اللي يقولك ما باكلش البيض، لا اكلهوله في الكفته اهو. حلو كده، حلو كده. اسمعها بقى كلها كده، وارجع معاكم نعجنها بقى في بعضها من اول وجديد اهي. تعالوا بس اما اوريها لكم. شايفين؟ اهي. سمغاها كده وحطيها عشان تبقى كلها متجانسه مع بعضها. ما تنسوش طبعا انا حاطه عليها بصلتين حلوين وسط كده. تمام. تمام. اهي شايفه عامله ازاي؟ مسمغه اهي. اقفل بقى لغايه ما ارجع لكم تاني عشان ما اطولش الفيديو. ورجعنا نواصل بعد الفاصل. اهو معلقه كلها بقى. ممكن حته فيها بهارات وحته لا، ممكن حته فيها مش عارفه ايه، لا. انا بقلبها كلها ببعضها اهي عشان كلها تاخد من نفس الطعم. ايوه كده.
وكيس بيكنج باودر بيخليها هشه حلوه كده وخفيفه. ماشي. ماشي يا شوكولاته. اهي كده حلو. هحطها بقى في الطبق واغطيها. وكده خلصنا بداية حاجة. يعني كده خلصنا بداية اول الاوردر بتاعنا اهي. يلا يا شوكولاتة نغطيها. وهي ساقعة متلجة على فكرة، يعني مطلعة اللحمة من الفريزر الفجر، عشان انتوا عارفين ان الجو حر. يعني ما تطلعوش الحاجة بدري عشان ما تبصش منكم اهي. كده يلا بقى الكبة دي انا هستهلكها النهاردة استهلاك اهي. وفي نفس اللي انا حاطه فيه مكان اللحمه هفرم فيها البصل والفلفل وكل حاجه عشان هعمل محشي. ما احنا قلنا معانا حوالي كيلو ونص ورق عنب. تمام تمام. دول معايا 2 كيلو رز. ماشي. وجبت كمان بصل عشان تبقى الخلطه، البصل لما يكون كتير في المحشي بيخليه مسكر. اي والله العظيم يا وليه. وما تنسوش الفلفل، الفلفل انا ضرباه معاه. غاسله الرز بتاعي ومنضفاه اهو. صفيه بقى من الميه، ما تنزليش ميه. ايوه كده عشان الرز يشرب معاك الصلصه. جهزت صلصتي اهي، وطبعا جبت الشبت بتاعي كنت مقطعاه على بيات وحطاه في الفريزر. واللهم صل على النبي يا ولاد. انا جبت البصل اهو شايفين. قطعيه كده، حطيت بقى كبشه منه على ايه، كبشه منه على الباميه. جبت كيس باميه وحطيت عليه كيس طماطم من اللي انا مفرزاه، وحطيت عليه كبشه بصل. حلو كده حلو كده. على فكره لمينا بقى الدهون وكله اللي في قلب الكب بتاع اللحمه في قلب البصل ده. تعالوا بقى نحط بهاراتنا. شويه فلفل اسمر، على شويه كمون، على شويه كزبره، على شويه بابريكا. بصي دلعي العمل معاكي. زي ما بحط هنا بحط على الباميه بهارات مدخنه. دي بقى بهارات من اللي هي سبايسي، بتنقلك في مكان تاني كده. لا يسعد مفهوم شر المرض. اهو. دي بقى بهارات مشكل. بس كده عسلية. لسه معانا ايه يا ولاد؟ لسه معانا مرقة الدجاج. دي عبارة عن بهارات يا ولاد. يلا عمالين تقولوا لا دي بهارات والله. احط برضو على البامية 2. كده تمام. اقلب الصلصة بتاعتي متسبكة وزي الفل اهي. ده احطها على النار بقى، على نار هادية كده، تاخد وتدي بالبصل والصلصة اهي. تعالوا بقى نحط بقية الرز. يلا يا شوكولاتة. الصلصه بتاعتي يا مسبكه وعسل. شايفين؟ قلبي بقى كل المكونات بتاعتك كده مع بعض عشان لما تحط الصلصه كله يبقى تقلب اهو. يلا يا شوكولاته. دي في تلج لسه. شفت بقى فايدة ان انت بتسبكي صلصه وتعينها في الفريزر؟ بتنفعك في وقت ما بتطلعي. بتبقى عامله حسابك مثلا الكيس ده اكله، كيس ده اكلتين اهو. شايفه ما شاء الله زي العسل. طلعتها سبكتها ووضبتها اهي. مفيش فيها اي ميه. شوفوا ما شاء الله زي العسل اهو. انا هعمل فيها ايه بقى يا ولاد؟ انا معايا الفرخه ورصتها في الحله وهعملها بعرقها كده، عشان خاطر هعملها ايه، هعملها بخلطه حلوه معاكم. يلا يا شوكولاته. عندي كيس شوربه مطلعاه اهو وسبته يفك. دي شوربه لحم. هعمل بو الباميه يحس ان انت طبخها بلحمه. انا فرمت بقى في الكبه دي بصله، على طماطم، على جزرايه. فرمتها عشان احطها على الفريخ. احط بقى ريحه زعفران كده عشان تخلي الشوربه كهرمان وصفرة، وريحه الفرخه نفسها صفرة اهي. فعرقها بقى وسيبها تعيش يا عسلية. تعالوا بقى سمي الله. انا طبعا المحشي دي مطلوب مني هيتفرز، يعني مش مطلوب مني هيتطبخ. لا هي هتطبخها عندها ولا انا هطبخها عندي. هي طالبه تفرزه. فاني هرصها، هصبع واحطه في الصينيه اهو لغايه ما اخلص كل الكميه، وارجع ارصه في اطباق واعبيه. تمام اهو. هوريكم بس عينة ونقفل بقى ونكمل ونرجع لكم تاني نواصل بعد الفاصل. شايفين؟ امسك عليك كده ايه اهو. طبعا هقفل معاك الفيديو لغايه ما اكمل كل ده. هنقعد بقى على الارض نريح الركب اهو. تابع ما الورقه معاكي عطي حجم الصباع، لان انتوا عارفين ورق العنب ده كل اكترته مقاسات.
اللي كبيرة اللي صغيرة اللي وسط اللي والله احنا بنمشي على قد الورقة. طبعا ما الورقة معانا بنعمل، صغيرة بنعملها، كبيرة بنعملها، كله بيتعمل. تعالوا بقى بصوا اهي عسلية خلصت المحشي، فضل معايا الكبش ده الرز دي. شايفين عامل ازاي يا ولاد؟ اهو خلصت، ودي بقى اللي طلع من الورق مهروس. يلا نحطه في الزبالة. تعالوا بقى، طبعا انا هعمل محشي ليا، ورق بقول ليا هعمل محشي لسه. اللهم صل على النبي. مشكل يعني هو بتاع اسمه ايه يا ولاد؟ باذنجان على على فلفل. جبت معايا كمان رز اهو، وعملت كمان بصل على قرنان فلفل في الكبة، وشبت طبعا وكزبرة، وقلبت كله، وجبت وهجيب الصلصة بقى اقلبها، ونفس البهارات اللي حطيناها قبل كده هنحطها على دي اهو. دي بقى عشان هروح اصبع الكفتة، شوية بابريك على شوية زيت على شوية اللهم صل على النبي فلفل اسمر. وقعدت على طبليتي وعملت لي كوباية شاي بقى يا ولاد، لان دماغي كان بيضرب ضرب في الصاروخ كده. اي والله لقيت السيد يا حسام قال لي اجيب لك تشربي يا ماما، قلت له والنبي يا ابني ده انا ريقي ناشف. والشاي اهو لا يصلح حاله، والله هو كان بيعمل شاي. قال لي اعمل لك كوبايه انا معانا، قلت له يا ريت. جاب لي كوبايه شاي. قلت اهو تظبط دماغي شويه. الجو نار يا ولاد، نار. والله المطبخ بتاعي فيه المروحه وفيه ساونا. ساونا. قعدت سميت الله، وجبت اللحمه بتاعتي بقى، وقلت هصبعها عشان احطها لها في الفريزر تمسك شويه. هي كده خدت في الخلطة دي حوالي يجي ساعة ولا ساعتين، يعني كده متبلة اهي من زمان. قلت بقى اصبعها واحطها في الاطباق في الفريزر، عشان عما الحاجة تروح لها يكون اللحمة ايه، زي الفل، ما يجرالهاش حاجة. حلو كده اهو. طبعا هيتبصم. انا بقيت احط في الاطباق 5 تحت و5 فوق، يعني الطبق فيه 10 صوابع، وطبق في الاخر فضل فيه 5 بس. اهو تطلعي طبق بقى تعمليه، تطلعي طبقين براحتك. وطبعا كالعادة يا سادة هقفل معاكم الفيديو لغاية ما اخلص، عشان ما اطولش عليكم الفيديو وتقولوا ده انتوا طولت يا عسلية. اهو حلو كده، حلو كده، ده اول طبق. يلا اللي بشرب لك شوية شاي عسلية، اشربي اشربي يا اختي. حلو حلو يلا. كده خلصنا يا ولاد، ورجعنا نواصل بعد الفاصل. عملنا الكفتة اهي، وهغلفها بقى في الطباق وفي الاكياس، واحطها في الفريز اهو. كل طبق احطه في كيسه وعينه في الفريز اهي. اما تيجي تجيبي اكياس من الكبيرة من دي، قولوا انا عايزة اكياس من اللي بتاخد كيلو ونص 2 كيلو كده. وطبعا المواعين اللي بتتسخ مني بغسلها واكفها علوة على الرخامة، اول باول نضفي جنبك، عشان ايه؟ ما يبقاش حمل عليك تقيل لما تخلصي. اي حاجه بتتسخ هيبقى غسله وكافيه ورايا على الرخامه على طول، تنشف وعينها مكانها. كده تمام. يلا بقى نحطهم في الفريزر، وتعالوا بقى نكمل المحشي بتاعنا. خلصنا وعملنا بقى حبيتين طماطم طرنشات وفلفل طرنشات، وتبلناهم بشويه دقه مبهره. والخلطه بتاعتي دي كانوا صباعين محشي لوز اللوز. يلا يا شيكاليتو، اجيب البدنجان بتاعي بقى والفلفل، واقعد عليها احشيه واحده يلي الاخرى. انا بصراحه بموت في المحشي بتاع الفلفل. اي والله العظيم بحبه انا موت. والكرنب. اما ورق العنب مفيش بينه وبين اتفاق، يعني بصهم انا بعمله عمايل، اقسم بالله تحفه. واحيانا كتير بحط فيه كمان لحمه مفرومه، وبكل الطرق سبحان الله. يعني ما اخشش عليه، لا انا اغرزيني في الكرنب والفلفل احبه. اهو شايفين، ما تبقيش تملي البدنجانه قوي والفلفل، عشان لسه بتعلى كده لما بتستوي. شايفين خلصت اهو، رصيته في الصينيه. يلا بقى نقوم على البوتاجاز نولع عليه على طول. يلا يا شيكاليتو، صلاة على النبي بألف صحة يا رب. تعالوا بقى بالشوربة بتاع الفراخ بتاعته. شوف شوية شوربة، اقسم بصوا يا ولاد عاملة ازاي، سمينة سمنية. الفرخة كانت سمينة عاطية شوية شوربة، ما تقوليش بقى لعدوك عليهم اهو. هحشي كده، هسقي بقى كل الصينية. ايوان، بس يا عسلية.
تعالوا بقى مطلوب مني بابا غنوج. سبت البدنجان بقى يستوى على مهله كده وتلدن، وطلعت شوية البدنجان ونزلت. اي والله شوية البدنجان ونزلت، ورصانه بقى بصوا مرصانه كل الورق العنب اهو في الاطباق عشان يتغلف اهو. شايفين؟ بألف صحة على قلبهم يا رب. دي بقى هيتعان في الفريزر، لا رضيت احط عليه ليمون ولا اي حاجه عشان طبعا ما يمررش. الليمون بقى الطرنشات وقت ما تطلعيه وترصيه في الحله، افرشي تحته ليمون وفوقه ليمون، لكن الوقت لا، عشان ما يمررش منك. شايفين اهو؟ وهيتعب برضو في التلاجة. تعالوا بقى يلا نعمل سلطة البابا غنوج بتاعتنا. انا معايا هحط عليها قرن فلفل احمر اهو وقرن فلفل اخضر، هضربهم عليها. انا بحب ايه بس هروح اغسلهم الاول. الفلفل ده كله طبعا هيتحط لسه مع هقلب بدنجان، هعمل بدنجان مخلل. تعالوا كده سمنا الله. البدنجان بتاعي بصوا، لما تحمل فرن على البدنجان وهو حامي، البدنجان يطلع معاك ابيض وحلو. تحط الفرن على نار هاديه يطلع يسمر معاك البدنجان. حط بقى كده ديت عود كزبره اهو. ايوه، وطحينه بقى يا قلبي، يا لب الطحينه بقى خلاها تعيش بقى في الطحينه. ايوه. تعالي بقى هتعملي ايه؟ هحط رشه كزبره على كمون ورشه فلفل اسمر، بس فقط لا غير اهو. حلو كده، حلو قوي كده. هنضرب كل دي بقى ملح بحر شويه، ما تكتريش اهو. اضربها بقى كلها في الكبه. لسه طبعا يا ولاد ما تنسوش الليموناده، واوعوا تنسوا التوم اهو. حطيت عليها، عصرت عليها ليمون عشان الليمون يساعدها ان هي ما تسمرش. فاهمين؟ طلعي منه البذر كويس واعصريه. ايوه كده ما يسمرش منك الليمون. معايا علبه نضيفه اهي، معايا علبه نضيفه. هحط عليها فيها ايه؟ لسه معاها التومه ما حطيتوش. هحط بصوا معلقه تومه اهي، بس كده يا عسليه. انضف بقى العلبه بتاعتي نضيفه وناشفه وحلوه. تعالوا بقى انزل بصوا بالطحينه بتاعت بالسلطه البابا غنوج عامله ازاي، كريمي كريمه. ايوه انزلي بقى كده، بس يا شوكولاته. شايفين؟ كانت عسل بألف صحه يا رب. معايا بقى زيت زيتون على الوش بقى ورضرط كده. ايوه، وختامها مسك، ازازه زيت الزيتون خلصت. وعود كزبره بقى على الوش كده الزواق. تعالوا بصوا اهي، عسل. يلا يا عسلية، ناخد بقى الحاجات دي نكمل. معايا اللهم صل على النبي جزرتين، ومعايا فلفل. هنعمل الخلطة بتاع البدنجان المخلل. ايوه، ما هي جايبه لي بدنجان برضو مخلل اهو. معايا الفلفل، والباقي دي بقى هقطعه اقليه مع البدنجان، بس يا عسلية اهو. ومعايا ليمون هعصره عليها اهو، برضه احوش منه البذر كده واعصره على الخلطة. وما تنسيش برضه شوية خل، بيخلي الخلطة كده ايه عسل. ما تنسوش برضو التوم، وبدنجان اللي توم يا ولاد، لا ابدا. اهو حط بقى بهاراتك، شويه كمون على شويه كزبره وشويه ملح، بس كده خلصنا الخلطه. يلا نضربها في الكبه بقى ضربا مجرحا. حطينا معلقتين خل. يلا يا قلبي ننعمها حلو بقى. الفلفل دي بقى تعالوا اما اقطعه عشان هحطه فين، هحطه مع البدنجان اهو. كده حلو كده خلاص، لا عاد معانا فلفل ولا حاجه، كله اتقطع بقى. الباقي يتحط فين؟ يتحط مع البدنجان. وقطعت ليمونه اهي عشان ابقى اعصرها على البدنجان من بعد ما اخلص خالص. ننزل بقى الخلطه بتاعتنا كلها معانا اهي. يلا يا شوكولاته، وغسلت الفلفل اهو جهزته. وهاخد البدنجان معايا بقى اقطعه، لان انا لقيت البدنجان كبير. يعني المفروض البدنجان بتاع المخلل يبقى زي اللي انا عاملاه محشي سقنطط كده. بس ما يجراش حاجة، كل حاجة بنعملها، مفيش حاجة تعطل معانا. كبير هنعمله، صغير هنعمله، كل حاجة نعملها. اما لما الاقيه كبير بروح مقطعاه اهو. شايفين؟ احوش بس القمع من قدام كده عشان اغسله وانضفه الاول، بس يا شوكولاته اهو. واروح مقطعه الواحده بقى اتنين اهي. ايه رأيك؟
بصوا مفيش حاجة تقف قدامنا، لا كل حاجة لازم تتعمل أول بأول. بس يا حلوة، يلا خديه بقى على الحوض نغسله ونروح على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. اهو هقوم عليه كله بالسكينة شققه من الجنب. تمام. اشقق الواحدة من الجنب كده عشان وهي بتتحمر بتتقل اهي. اروح شقها كده من الجنب عشان خاطر ايه، ساعة ما بتستوي تلاقيها اتفشخت كده. وجنبنا فنجان قهوة بيتعمل اهو، والله ما عايز قهوة لاني شايفين. هحمر كل الكمية بقى بنفس الطريقة كده اهي وقلبي. طبعا صينية البدنجان استوت معانا المحشي، والبامية على النار بتستوي، وكل حاجة تمام التمام. اخر حاجة معايا هو البدنجان، ما عادش معايا حاجة في الاوردر، لسه الفراخ بس اللي هتتحمر كده. تمام اهو. شايفين استوى ازاي يا ولاد؟ طلع شفتوا من الزبدة والله العظيم. اهو لو عايزة تسلقيه اسلقيه براحتك. تعالوا بقى اعمل الطشه بتاع الباميه، ما احنا عاملين حله باميه تستاهل بقكم يا ولاد. هعمل لها كده معلقه توم حلوه، اروح مصفراها وطشها عليه. والبدنجان معايا ما شاء الله استوى اهو. يلا يا شوكولاته يبرد بس، واروح حط ايه. تعالوا بقى نحط ايه، معلقه سمنه بلدي عشان هقدح للمحشي. شايفين الباميه بالشكشك، والله بتشكشك شكشك. شوفوا البدنجان معايا اهو استوى زي اللوز. المحشي اما بتديله شوفي اهي ما شاء الله عسل. يلا يا عسلي، دقيقة بس تغلى وروح طافية عليها اهو. ودي الزيت معايا والسمنة البلد احط على وش المحشي كده. يا دلعه يا دلعه اهو. زبدة والله طالع زبدة. وشوربة اللحمة السمينة كمان، ده شوربة الفراخ مخليها حاجة لوز اللوز كده. تعالوا بقى معايا في الجيتار، على معايا بقسماط، على شوية دقيق، على خلطة البهارات بتاعتي، على شوية زعفران، ورحت متبلة الفراخ بتاعتي كده معفراها. وانزل بقى احمر على طول. معايا حليت اللي يعني بتبقى لما شوية الزيت، وانزل على طول بقى احمر. هتشوفوا شكلها طالع عامل ازاي يا ولاد، وهتشوفوا طعمها. كانت لوز اللوز كده اهو. شايفين عسل. شوفوا شكلها وطعمها وقرمشتها وحاجة كده فاخر، هو من الاخر. يلا يا ولاد نشوف الاوردر بتاعنا النهارده عشان نختم فيديوهنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قعدت بقى مسكت البدنجان بتاعي كله، بص قلبه يا ولاد عامل ازاي. قلبه كان زبده والله العظيم مستوي. جبت العلب بتاعتي ورشتها كده رشه من الخلطه بتاعتي. شوفوا بقى ورق العنب بتاعي، وشوفوا سلطه البابا غنوج بتاعتي. حبيبي يا رسول الله. اللهم صل على النبي. شوف حله الباميه بتاعتي خاتمه ازاي، والمحشي الباذنجان والفلفل. حاجه كده ما تقوليش لعدوك عليها. دي كان اوردرنا النهارده، كنا يومنا النهارده ملان بطاقه وباور. اهو عمال احشي في الباذنجان، ودي الفراخ معايا الكنتاكي، حاجه كده لوز اللوز. ده الاوردر بتاعنا. ما تنسوش دعوه حلوه من قلبكم، لعل الله يستجيب لكم. لايك وشير يوصل لكم كل ما هو جديد. ما تنسوش دعوه حلوه من قلبكم لام حسام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في فيديو جديد انتظروني.